العوافي عليكم. أنا النهاردة هقول لكم عبارة بتسمعوها لكن مش فاهمين معناها ايه. العبارة ولاد ناس. الحكاية دي لها معنيين. ولاد الناس، أول حاجة بنقول ولاد الناس على ولاد الأصول والنسب والحسب والجاه، بنقول عليهم ولاد ناس. أما في حكاية تانية أيام حكم المماليك على مصر، كان يجي الحاكم ومعاه جنوده من المماليك، ودول جنود مرتزقة كان بيجمعوهم من البلاد. واما الحاكم يجي يسيب الحكم، يجي الحاكم اللي ورا منه يروح مسرح ايه الجنود ديت، ما يبقاش عايزهم عشان جاي بجنوده، ويقعدوا في الشوارع والحواري يشحتوا عشان مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا. الا جه حاكم وفي قلبه رحمة، قال ما ينفعش الكلام ده، فعمل لهم مرتب شهري كل شهر عشان ياكلوا ويشربوا منه، وسموه المرتب ده اللي بياخدوه ولاد الناس. بقت ولاد الناس تتقال على مع مرور الوقت والزمن، بقت تتقال على الاتنين. الناس اللي هي متأصلة وجاه وعزوة ومال يقولوا عليهم ولاد ناس، والناس اللي تعبانة ومش لاقية والحد يجي عليهم ويظلمهم ويبهدلهم يقول لهم الناس حرام عليكم، دول أولاد ناس. على فكرة يا حبايبي، كلنا بنرجع لأصل واحد، كلنا من آدم وحواء. مفيش حد يتكبر ولا يتعالى بنسبه على حد غلبان ولا عيلة فقيرة، إذا كان من عيلته أو خارج عيلته. يا ولاد، غني وفقير، أمير وغفير، كلنا هندفن في التراب. مفيش حد هيتميز بحاجة، الغني ده ولا اللي عنده جاه وسلطة ومال، كل ده انت هتدفن زيك زي الفقير في التراب. زي ما جيت الدنيا عريان هتخرج بيها بكفنك، والكفن ملهوش جيوب. مش مفيش داعي نحنا نقول احنا ولاد ناس ونتكبر، كلنا ولاد ناس، كلنا نرجع لأصل واحد، حواء وآدم. يا ولاد لازم كلنا نساعد بعضينا وناخد بإيد بعضينا وما نتعليش. مفيش فرق بيننا وبين حد غلبان وحد غني. يا ولاد الأخلاق هي اللي بتحكم ما بيننا، كلنا أصلنا طيب. ويا رب الفيديو لو عجبكم تلايكونا عليه وتمسوا بالخير يا حبايبي.